وقت مباشر بالماتشات. باستمرار النشاط. البند الثاني حقوق البث التلفزيوني برضه طيب. مرتبطه بالنشاط بالاساس. الراعي اللي انت متعاقد معاه، وانت متعاقد معاه عشان هيحط اعلاناته في الملعب وعلى الفانيلا وفي التدريب وفي المباريات. طب النشاط مش موجود، مفيش حاجه، يبقى ما فيش اعلان، يبقى ما فيش فلوس، يبقى ما فيش رعاه على الاقل الفتره دي. ناهيك على ان هو من حقه يمارس الناحيه القانونيه في انه يفسخ التعاقد، او ربما يدفعك شروط جزائيه ان انت اخليت بالتعاقد لو هو كمان على نفس الدرجه من بجاحه المطالبين بحقوقهم في التوقيت الخاطئ. طيب لا عنده حقوق من الرعاه ولا عنده فلوس من البث، هيعمل ايه؟ عنده مدربين وعنده لاعبين وعنده التزامات وعنده لائحه ضاغطه عليه او قانون مع الاطراف الثانيه ان هو يا ياخد يا يمشي. الحل انه يمشي او ان انت تقعده. طب هتقعده هتديله منين؟ هنا لازم يكون في حل توافقي، وحل توافقي غير الرئيس التوافقي اللي بيدوروا عليه اليومين دول، لكن حلول اتحاد الكره يحطها بقرارات استثنائيه. انت عندك فتره النشاط متوقف فيها وبنسبه كبيره جدا مفيش فلوس. وده النص اللي يعني واحد من القرارات اللي طلعت النهارده بعد اجتماع رؤساء الانديه وممثليها مع اللجنه التنفيذيه اللي بتدير اتحاد الكوره. يعني البند الرابع بيقول بحث ودراسه العقود المبرمه بين اللاعبين وانديتهم لهذا الموسم بالظبط عشان توصل لصيغه. بالظبط. لو احنا عندنا رابطه للاعبين المحترفين او جمعيه هي موجوده اللي بيرأسها الكابتن مجدي عبد الغني، بس لو فاعله واللعيبه دي كلها اعضاء فيها كان لازم أن يطلع قرار منها انه اللعيبه بالذات اللي في الدوري الممتاز وهي تقدر الظروف اللي بيمر بيها الدوري والحدث اللي حصل وتعطل النشاط فبيتنازلوا عن نسبه مئويه من عقودهم. لعيبه النادي الاهلي انا عارف ان هم تنازلوا عن كده. بنسمع ده في بلاد ثانيه. طبعا. وما حدش بيطلب من حد عشان ما تتهمش بالبجاحه. وعشان انت متفاعل مع اللي بيحصل في المجتمع، لانه ده مجتمعك في النهايه. واللي حاصل ده انت جزء منه. وانت سبب فيه، لانه لو قلنا انه لو ما فيش لعيبه بتلعب ما فيش جمهور هيروح ورا اللعيبه يحضر ماتش فمش هيحصل له اللي حصل في بورسعيد. فبالتالي انت الاداه الفاعله في المنظومه. فلما تتنازل انت مش بتفرط في حقك، ده انت بتقدم جزء من الواجب اللي عليك. نعم صحيح. بس ده لازم يبقى سريعا قرار من اتحاد الكوره عشان ما نسمعش شكاوى من الاستاذ ممدوح عباس ومعاه الحق فيها، او ما نسمعش قرارات من النادي الاسماعيلي واستغناءات عن لاعبين بدون وجه حق في توقيت حرج جدا. الاهلي عنده ماتش افريقي. انا بكلمك على جزء من بجاحه اللعيبه اللي الناس ما بقتش عارفه ايه الموضوع. طيب الاهلي عنده ماتش افريقي في مارس والزمالك عنده مباراه اداها مع افريكا او هيأديها مع افريكا سبورت بعد يانج افريكانز. والاهلي في مارس 25 في الشهر. الاهلي ما عندوش حل لان هو يطلع يعمل معسكر خارجي عشان يلاقي ناس بتلعب كوره يلعب معاها. راح دبي. يطلع لاعب من نادي اخر يهاجم فكره سفر الاهلي ويقول لك اصل دول رايحين يلموا دولارات وازاي بيلموا دولارات وهم عندهم عزاء. ده برضو نوع من عدم الاحساس بالمسؤوليه. نعم. او يهاجم سلوك لاعب زي محمد ابو تريكه لمجرد انه بيبدي. طب انا يعني بيبدي اسف او حزن او اسى لحظه احرازه هدف. افهم انه ممكن صحفي يكتب عن ابو تريكه ما كتب، بس لاعب يهاجم لاعب زميل في سلوكه ده نوع من البجاحه. يعني دي الحاجات السلوكيات اللي لازم الرياضه تلفظها، لان انا هطلع منها على حكايه ابن الاصول وعزه النجار اللي كاتبها. انت عشان تخلص من العقود اتحاد الكوره مطالب او اللجنه اللي بتسير شؤون الاتحاد دلوقتي انها تطلع قرار سريع. واتمنى انه ما يبقاش موحد على كل اللعيبه، يعني بيبقى في فروقات. لا يعني انا في تصوري عشان تبقى اقرب للعداله شويه العقود اللي فوق رقم كبير. كام يعني؟ عندنا عقود في مصر 5 مليون جنيه في السنه. 5 يعني اللي فوق ال 5 مليون يحصل ايه؟ اللي فوق 2 مليون، فوق 2 مليون يستقطع على 50% منه. لا بس 2 ل 5 كتير. ما هو اللي بياخدوا 5 يعني دول مش كتار. الخمسه مش كتار. مش كتار. خليهم فئه لوحدهم. مثلا يعني خليهم فئه لوحدهم. مثلا يعني لو قلت فوق ال 2 مليون جنيه دفعوا 70% يتنازل عنها، لانه كمان انت مش هتجيب له